مرحبا بكم بمطبخ منال الحلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. طبعا اليوم الفيديو راح أعمل لكم معمول بالراحة. كل عام وانتم بخير، كل سنة وتضلوا سالمين. راح نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اكسبوا الصلاة على النبي أخواتي. هلا أول شي راح نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا هون 500 غرام طحين، ماشي اختي، يعني نص كيلو طحين، 500 غرام ماشي. وعنا هون سمنة. في السمنة فيكي بديل للزبدة، انا عملت سمنة. عندي هون سمنة 250 غرام ماشي اختي، 250 غرام سمنة. طبعا عندي الراحة في انواع. انا عندي هالراحة اللي بالسكر، راحة ملونة بهالشكل هاد بيحبوها الاطفال، هاي رح اعمل لهم اياها للاولاد. وعنا محلب، طبعا محلب معلقه صغيره. وعنا كاسه، طبعا حسب الحلاوه، عنا كاسه سكر تقريبا يعني 3/4، مو مليان الكاسه، حسب الحلاوه اختي اخواتي. طبعا الماي 125 غرام ماشي اخواتي، الماي 125 غرام. عنا هلا اول شي رح نعمل هيك حفره صغيره بالطحين. وهلا رح نجيب السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هيك رح نبلش. حطينا السمنة وهلا رح نحط عنا طبعا السكر اختي والمي، رح نحطهم ما في مشكلة بالصحن اللي فيه السمنة، رح نحطهم بهالشكل هاد. انا قلت لكم انه المي لازم تكون دافية مشان يذوب معنا السكر ماشي اخواتي، بهالشكل هاد. طبعا رح نحاول نذوبهم. هلا حنحط كمان العسل، رح نحط معلقتين، وهاي 3 معالق. طبعا 3 معالق صغار ماشي اخواتي بهالشكل هذا. هلا رح ندوبهم. هلا رح نحط طبعا المحلب، رح نوزعه بهالشكل هذا اخواتي. هلا هيك داب معنا. هلا رح نحطهم فوق السمنة والطحين. هلا رح نخلطهم، بس اهم شي اختي يكون المقادير معيار مزبوط. ما شاء الله شوفوا اخواتي، بعدي بس عم بعجنها بالمعلقة، ما شاء الله ما احلاها صارت هالشكل هاد. طبعا مثل ما قلت لكم للنص كيلو 125 غرام مي ماشي اخواتي، يعني هاي كاسة تقريبا نص الكاسة مي ماشي اخواتي بهالشكل هذا. هلا هالعجينة هالشكل. هلا نحن خلصنا، شوفوا ما شاء الله هيك، شوفوا بهالشكل هذا ما شاء الله شو طرية. وهلا رح نكورها. طبعا لا بدي اخليها ترتاح ولا بدي اخليها بالبراد ابردها، انا هاي طريقتي. هالطريقة هاي كتير كويسة، والعجينة جربوها وان شاء الله رح تنال اعجابكم. بس بتمنى منكم تحطوا لي لايك وشير، تشتركوا بقناتي وتفعلوا لي جرس التنبيهات مشان اوصلكم فيديوهاتي اخواتي. هلا انا مثل ما قلت لكم رح نبلش. هلا رح نقطع قطع طبعا صغيرة. انا هلا عندي هالراحة هاي بهالشكل هاد. هلا اخواتي هلا رح نشكلها بهالشكل هذا بعد ما عجناها دغري، ما بدنا نطول عليها ابدا، رح نشتغل دغري. هاي عجينة رح نساوي معمول على السريع بهالشكل هذا. هلا رح نحط عنا هون الراحة، رح نقطع شقفة صغيرة، يعني كل وحدة رح نعملها 2. رح نحط بهالشكل هذا هيك، شوفي اختي بهالشكل. عنا القالب هاد، طبعا اي قالب ما بهم، ما في اي مشكلة. عنا بهالشكل هذا هالضغطة هاي، شوفوا اختي ما شاء الله اخواتي. هيك بالطريقة هاي بهالشكل هذا هيك على السريع. شوفي ما بدها ابدا، ما بدها عذاب. نحط فيها القطعة الراحة بهالشكل ونسكرها تسكيرة صغيرة من تحت. شوفي اختي ورح نحطها بهالقالب. طبعا انا القطعة صغيرة منشان تكون لقمة وحدة. بهالشكل هذا
شوفي اختي مثل ما قلت لكم قطعة صغيرة بهالشكل هذا. هلا رح نعملها بايدنا بهالشكل هيك على السريع، ورح نحط نص راحة هيك شقفة صغيرة بس مشان ما تكون القطعة معنا كبيرة بهالشكل هذا. هلا رح نحطها بالقالب تبعنا بهالشكل. شوف ما شاء الله، شوفوا كيف. هلا رح اكفي انا لحالي ورح ارجع لكم بعد ما انتهي ان شاء الله. هلا هيك اخواتي انا هلا هيك خلصت الصينية. طبعا المقدار طلع معي صينية كاملة، صينية كبيرة تبعيت فرن. ماشي يا اخواتي. هلا رح احطها بالفرن المحمى مسبقا. ماشي اخواتي. هلا بهالشكل هاد هلا رح احطها بالفرن. هلا انا حميته حطه هيك. رح ارجع لكم ان شاء الله بعد الاستواء. اخواتي هلا هيك انا خلصت معاكم المعمول بالراحة. جربوه وان شاء الله رح ينال اعجابكم. بس بتمنى انكم تتابعوني للاخر وتدعوا لي وصحة والف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.